تعاون معنا الله يحفظك، تعاون معنا والمره الجايه نعوضوها ليك. هذه هي الهضره اللي تسمع الممثل المغربي من عند شركات تنفيذ الانتاج السمعي البصري. شركات تنفيذ الانتاج تتاخذ على كل حلقه فيها نص ساعه تتاخذ 40 مليون سنتيم. ضرب 40 مليون سنتيم ضربها في 30 حلقه هي مليار و200 مليون سنتيم. منفذ الانتاج تياخذ في بروجي واحد مليار و200 مليون سنتيم وتيقول للممثل المزلوط تعاون معنا. هذا اللي تتقال ليه تعاون معنا، تلقى عنده في جيبه بطاقه مهنيه سماه بطاقه الفنان، وتلقى سنين واعوام ما عيطوا ليه يمثل لا في مسرحيه لا في سينما لا في تلفازه. وهاد السنين والاعوام كيفاش كان عايش؟ تقشف بز منك، الكريديات، احيانا بيع الماء ديال وجهك، تدويره من عند المحبين، موت مادي، موت معنوي، مشاكل عائليه، الخ. تعاون معنا راه عندك غير مشاهدات. شحال غتخرصوني على هاد المشاهدات؟ انت ديالنا، عطيني السيناريو نقراه. وخلاص انت راه ديالنا، عطيني الكونطرا نشوفها ونقراها. ما عاملش فينا الثقه وانت ديالنا. ما تنساش تجيب معك حوايجك باش تمثل، وجيب معك سندويشات باش تهنينا من ماكلتك. منتهى البؤس والعفن والاحتقار والفامبيريزم. خويا الممثل العزيز، ما بغيتش لك كل عام مورا رمضان تجي وتقول ما عيطوش ليا، عيطوا لماني الانستغرام. خويا الممثل العزيز، كون كان البكا تينفع كون نفعك اعوام هذه. اجي انا وياك نقلبوا على طرق جديده للعمل، لعل وعسى نوصلوا لنتائج جديده. الحل الاول التلفازه والسينما وقفوا لهم البيضه في الطاس. نتوما كممثلين معطلين، علاش ما ديروش سنه بيضاء وتخليو موالين المسلسلات والسلسلات والافلام السينمائيه يجيبوا صحاباتهم يمثلوا بهم؟ ياك انت ما خدامش، وعلاش ما تدافعش على المهنه ديالك بكل تحضر وادب؟ والمفارقه العجيبه هو انكم كفنانين عندكم جميع ادوات التعبير الجمالي وحتى وحده فيهم ما خدمتوها باش تدافعوا على راسكم. اسمحوا لي، القضيه ديالكم عادله جدا، ولكنكم كمحامين شويه فاشلين. الحل الثاني ليا وليكم، كاينه شي حاجه سميتها الانترنت. خوتي الممثلين، نديروا فريقات صغيره بحال الفريقات ديال المسرح، فرقه تكون فيها ممثلين، سيناريست، تقني ديال الفيديو، نديروا ابداعات نشروهم في الانترنت ورزق الله. خويا الممثل، فكر في الحلول وما تفكرش في المشاكل، ولا تنسى انك مبدع. بين ليا والله ولي التوفيق.